أكبر جزيرة في تايلاند، أشهر مدينة في تايلاند، بلد أغرب أنواع الفاكهة في العالم. بس هنا غالي شوية. أكتر من 50% من الدخل السياحي في تايلاند. صديقي الجديد هذا اللي فاهم. أكتر من 800 كيلو جنوب العاصمة بانكوك. الشواطئ، المعابد، الطبيعة والأكل والمهرجانات والحياة الليلية. اوريكم بس الاول ايه فنادق في بوكيت يا جماعه عامله ازاي. شوف الحمام مفتوح على الاوضه وده فنادق مش من الفنادق الغاليه ولا حاجه. هنا كمان حاطين العلبه دي بيكون فيها فرشه، وكمان انا اول مره اشوف ان اسمها ايه دي فرشه سنان، وحاطين معجون كمان، والحاجات كمان شكلها جديد. المكان اللي انا فيه ده جديد، فالحاجات كلها جديده. بس شوفوا كده الاوضه قبل ما بهدلها. بس الفيو بقى هنا اهوت، الدنيا لسه شاتيه من شويه. السلوك بقى بتاع تايلاند في كل حته معموله بطريقه عجيبه ديت. احنا فوق الجبل، الشط قدامنا هنا بس بعيد شويه، والجبل هنا بقى هو ورانا. احنا في اخر حته في منطقه شط باتونج. في شارع طويل بقى بيننا وبين الشط. كمان عندهم الكاتل يعني نضيف قوي من جوه. كنت حابب يعني النهارده ان احنا ننزل نروح بيج بودا، ده تمثال كبير كده على تله، ونشوف الغروب من هناك. بس وصلنا متاخر اول حاجه، وتاني حاجه مفيش شمس باينه اصلا. يعني غروب بقى مش غروب مش هتفرق يعني. فممكن نخليها بقى ايه بكره بعد اي رحله بحريه من الرحلات اللي احنا هنروحها اللي هنشوفها دلوقتي. اوكي، في الطريق لواحده من احلى الاماكن اللي في بوكيت، جزيره اسمها بانج نا، هي جيمس بوند يعني. الحقيقة اللي ما راحش بوكيت أو اللي راح ممكن ما يكونش عارف إن أغلب الأماكن اللي بنزورها وإحنا هناك زي كل الأماكن اللي في الفيديو ده أصلا مش موجودة في بوكيت. المارينا اللي كانت هناك ديت ناخد ساعة تقريبا لغاية المارينا، ناخد منها المركب. أهم حاجة بتميز بوكيت واللي بتخلي الناس تروح هناك هو إنها أقرب مكان لكل الأماكن اللي ممكن نروحها في المنطقة دي من تايلاند. دلوقتي واحنا في طريقنا لأشهر وأهم مكان المفروض إن هو في بوكيت، واللي هو خليج بانج نا أو جزيرة جيمس بوند. الجزيرة يا جماعة هنا ممكن نروحها بطريقتين. ممكن ناخد المركب الكبير زي اللي احنا واخدينه دوت، وممكن ناخد المركب السبيد بوت اللي انا لسه بوريه لكم ده. بس انا قلت بقى المركب الكبيرة دي تبقى أحسن، بحيث إن الواحد يقدر إن هو يصور وكده يعني. طبعا بوكيت قريبة من المطار، فبص هتلاقي الطيارات معدية كل شوية. بدأنا نقرب على منطقة الجزر كتير بقى هناك ديت. بناخد عربية من بوكيت لغاية المينا حوالي ساعة ونص، وبعدين ناخد مركب ساعة ونص تانيين عشان نوصل الجزيرة دي، لأن الجزيرة موجودة في مقاطعة تانية اسمها بانج نا. نعمل كاياكينج في المراكب ديت، ندخل جوه الكهف ده. مثل المركبة الكبيرة بقى. احنا عندنا هنا الأكل بتاعنا، مية والقهوة، موز، لايف جاكيت، سبيد بوت. ما اعتقدش بقى هيكون في كل الكلام ده. Hello, brother. Hey, How are you? great man. Where are you from? We're from Egypt. Egypt. Yeah, and you? Okay. بقول لك ايه، ما تحطش ايدك في المية عشان في تماسيح. معرفش بيخوفنا بقى ولا متعتقدش ان في تماسيح في المية ديت يعني. الأركب بتاعتنا الكبيرة دي. بابا بص بقى الحاجات اللي في السقف، الصدف. هنور يا ابني، حد ينور يا ابني انت وهو. اوبا، بقى الدنيا هنا يا جماعه ايه، مفيش، مش عارف باينه ولا ايه. اهي يا جماعه مفيش قاعدين ازاي. هو الراجل دخل جامد قوي تحت كده ليه؟ يا جدعان مش كده. بس كلها نايمه ازاي؟ Wait a minute man. Mời tập 8 3 30 được không?
พาเราเยอะยังไงมันต้อง80ขึ้นอ่ะ Can we fetch here? الراجل اتجنن الراجل اتجنن. We did it. Water too full. We did it. Sleeping. Good night. بس مخافيش نهار ابيض. طالعين على طول بقى من الجنب التاني للكهف. طلعنا الراجل المرموش. اوكي الراجل ده هياخد لنا صوره. عدد الجزر في تايلاند كبير جدا، اغلبها جزر مش مأهولة بسكان. اي رحلة بحرية هناك بتزور فيها عدد من الجزر ديت. الرحلات البحرية هي جزء اساسي من زيارتك لبوكيت. طبعا احنا مركب كبيره بقى، فبنقف نستنى الجروب كله اللي معانا علشان يطلعوا ياخدوا جولتهم جوه ويطلعوا. هي بقى رحلات الجزر هنا في تايلاند ما بتبقاش ان انت تروح جزيره واحده وخلاص، هي مجموعه جزر مع بعضها 6 7 4 مثلا ايه، وكذا اكتيفيتي في الرحله زي موضوع الكاياكينج ده. وبرغم الطبيعة المميزة في الجزء ده من تايلاند، إلا إن الاهتمام بالسياحة كجزء من اقتصاد البلد ما كانش له أهمية لغاية فترات قريبة. النشاط الأساسي هنا كان التعدين، لكن الوضع اتغير وبقى أكتر من 90% من الناس هنا شغالين في المجال السياحي. وساهم في كده مجموعة من الأفلام اللي عرفت الناس بالأماكن ديت، زي الفيلم ده اللي اتعمل سنة 74 واللي اتسمى على اسمه الجزيرة اللي احنا رايحينها. اسمها جزر يعني غريبة شوية، مش عارف بقول لكم عليها بقى في فيديو تاني. لا بنستنى مجموعة تطلع وننزل وراهم على طول. الكهف ده شكله مش ضلمة جوه. عم خلي بالك. في أصوات غريبة هنا مش عارف مفيش برضه ولا ايه. جزر كتير من اللي موجودة هنا هي صخور في البحر، مش جزر لها شواطئ ممكن ننزل عليها. النوع ده من الجزر مش موجود في أماكن كتير في العالم. أنا شخصيا ما شفتهوش غير في أفلام الخيال العلمي. بس كروكودايل؟ No man, this is not a crocodile. No crocodiles here. Oh yeah. صباح الانتخ. Oh, Mama. Maybe beautiful. جدع بقى احترم نفسك. What is this sound man? Insect. Insects. English speaking. Cicada. سكرة؟ Cicada. اوكي. بص الحشرات يا لهوي. Leave them please. بص يا جدع انت مؤذي. Snake? About 1 week. 1 week up, but too much of the food cannot move. I can see only one. One snake? Yeah, ما هو one snake كفاية. فين ده؟ But not see every day. Some day. Oh, we don't want to see it. We don't want to see it. Can I do some kayak? Can you lend me this? Yeah? Okay. Oh. جزيرة يا جماعة كمان مشهورة من الجزر اللي في بوكيت، اسمها باناك ايلاند او جزيرة باناك، سموها كمان جزيرة القرود، لأن الجزيرة يعني ايه فيها شط هنا كده اللي هناك دوت
مليان قرود. انا ممكن ناس تاخد مركب من مراكب الكراك دي تروح لغايه هناك، لان المركب الكبيره ما بتروحش. بس بقى القرود صورهم بالموبايل، انا خايف بصراحه اطلع الكاميرا يخطفوها مني الحراميه دول. مليانه قرود صغيرين قوي كلهم حجمهم صغير. ده معاه طفل ده يا جماعه. وصلنا الخليج بتاع جزيرة جيمس بوند. المركب طبعا مش بتدخل جوه هنا، فهننزل بره ومعرفش بقى ممكن مراكب صغيرة بقى اللي هناك دي ناخدها لغاية جوه. اعتقد دي المركب اللي احنا نركبها عشان نطلع على الجزيرة. دي المراكب اللي بتدخل من جوه، ننزل تقريبا في المرسى دوت. الدنيا بتمطر والكاميرا شكلها هتبوظ، هقفل على طول. الدنيا بتمطر بطريقه فظيعه، ان احنا طبعا مش في سيزون في تايلاند رغم الزحمه دي كلها، برغم ان احنا مش في سيزون. المطر عامل ازاي؟ اللي قدامنا هنا الصخره، بس دي الجزيره كلها اللي هي جزيره باننا، فيها مجموعه صخور كتير. الجو بهدله قوي، بستخبي تحت صخرة عشان ابقى اصور. ده الشط اللي على الجزيرة. الجو كله غيوم والمطر جامد اوي. انا كان نفسي اجي بصراحة الجزيرة في وقت الشتاء، بس ما كنتش عامل حسابي ان كل الكاميرات اللي معايا هتبوظ. موبايلي كمان بصور دلوقتي معرفش شوية علق المايه دي كلها. الجبل اللي ورايا اللي على شمالي ده مليان قرود، بيقول لك ما حدش ياكل القرود دي، انا ممكن ترد على الناس وتخطف حاجات منهم. الشتاء يخلص وفي ثواني الشمس تطلع، يعني اجواء استوائيه، ولا كأن في حاجه حصلت من شويه. مقاطعة بانجنا اللي احنا فيها دلوقتي مش بس ممكن تعمل فيها رحلات بحرية، لو حابب انك تعمل رافتنج في تايلاند فانت برضو هتيجي هنا، لان بوكيت ما فيهاش انهار مناسبة للرافتنج. الرافتنج بيكون ليه مواعيد، وده عشان الامور التنظيمية بتاعة السدود اللي هنا. ايه بقى من الحاجات اللي بتتعمل برضو هنا غير الاماكن اللي بنروحها الرافتنج. لسه في البداية دلوقتي، هما هنا فاتحين الشلال، بداية اللي بيفتحوا المايه من هنا عشان يبقى فيه المايه تبقى كتير بالمنظر ده.